أذكر السادة المشاهدين في كل مكان بأنه لقاء آخر يجمع المنتخب العراقي بالمنتخب القطري ضمن لقاءات بطولة كأس الخليج. العلمين هنا بالتأكيد مع شعار هذه البطولة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، صفرة حكم المباراة ستأتي بعد ثواني لانطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الأول لهذه المباراة. الصفرة إذا تأتي على الوقت الأصلي للشوط الأول. رأسية الله في العراقي، لا يرحل أسد إلا ليظهر أسد آخر، إلا ليظهر أسد آخر. ظهر إبراهيم بايش بعد الأسود الكبار، بعد حسين السعيد، بعد ليث حسين، بعد أحمد راضي، بعد فلاح حسن، بعد يونس محمود. افتتح أول أهدافهم في البطولة ويريد أن يسجل أغلاها. يفكر في الوصول الأول لمرمى حارس العراق جلال حسن. كرة من علاء، لكن انظر إلى جلال يفقدها. متابعة، الله على العودة، الوصول الأول. يعني بأن قطر تسجل التعديل، يعني بأن قطر تعود إلى المباراة. شوف الكرة، شوف المتابعة، شوف اللقطة التي خرج منها جلال حسن وبعد ذلك يفقدها. الكرة تصل من عمرو السراج. عمرو السراج يعيد المنتخب القطري من جديد لأجواء شوط المباراة الأول. يا لها من هفوة كانت بين الحارس والمدافع، ويا لها من كرة مرت بين الجميع يا عمرو. الكرة وجدت في الجهة اليسرى اللي بتتهيأ في مكان سليم. هذه اللقطة وهذه المحاولة تعود مرة أخرى في الجهة اليمنى. فيها تمريرة بتتهيأ باتجاه حسين علي، بيلعب لكرة عرضية. الله، الكرة ما زالت، لكن الكرة أيضا بتتخلص. الكرة تعود من جديد مرة أخرى، تعود من جديد وبتتحول. هذا حكم المباراة في اللقطة الماضية. اختارت برشم يا ابراهيم، لكنها الان تختار العراق بامر من ايمن حسين، بامر من ايمن حسين. تختار العراق، تختار الاسود. هي مو بكيفها، هي بكيف العراقيين، هي بكيف اسود الرافدين، هي بكيف المدرجات، هي بكيف الجمهور، هي بكيف المهاجم. الرقم 18 يحرك ال 18. الله يا أيمن، هكذا كان يفعل يونس، هكذا كان يسجل حسين السعيد، هكذا يختارها وتختاره، هكذا يفرح العراقيون مرة أخرى. يتقدمون من جديد. بناء الهجمة يعتمد فقط على كرات عالية لأنه لا ينجح على الأرض، ونشاهد الضغط الذي يأتي على كل لاعب. لكن هذه المرة قد ينجح، لكن هذه المرة قد ينجح. العناب القطري لا يريد أن يستسلم، بطل آسيا يريد حتى ولو بصف آخر أن يعود من جديد يا جلال. انظر إلى كرة عرضية كانت. نلعب على صفرة حكم المباراة بانتظار شوط ثاني أيضا في مزيد من الإثارة والمتعة والاستمرارية في هذه المباراة. مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، انتهت الحصة الأولى لهذا اللقاء بانتظار شوط ثاني إلى ذلك الحين. تقبلوا تحياتي محدثكم فارس عوض، والكلمة تنتقل للزميل أسامة الأميري. تفضل لك الكلمة.
للزميل أسامة الأميري، شكرا لضيوفه الكرام. عودة مع حضراتكم مشاهدينا متابعينا، بعض الشيء ولكن ليس كل الشيء عن حذر الدفاع اللي كان في الشوط الأول. لا يمكن أيضا ترك المساحات لإبراهيم بايش وحسين علي وأيمن حسين، على اعتبار بأن المنتخب العراقي يملك لاعبين قادرين على أيضا تشكيل خطورة وتسجيل أهداف أخرى قد يصلون من خلالها. لكن الآن نشاهد هذه اللقطة، هذه اللعبة، هذا وعد، هذه اللقطة يا سراج. الله من جديد المنتخب القطري يهدر واخترق فرص المباراة. يا لها من لقطة، يا لها من لقطة. حارس المرمى على مرتين، الصافرة من حكم المباراة يوقف اللعب الآن لكي يتلقى حارس المرمى العلاج اللازم. العارضة أولا، شوف محمد وعد والاستلام، شوف التمريرة، شوف عمرو السراج على كرة صوبها، الكرة ترتطم في العارضة. فرصة قطر للعودة ضاعت في لقطة بالتأكيد يتحسر عليها عمرو السراج. هذه اللقطة هو رجعهم في المرة الأولى. انظر إلى الحسرة، انظر إلى النظرة. هنا الأمور تقف مع الأخضر في البصرة، والكرة بتتحول بعد ذلك من جديد. هذا برونو ميغيل، لم تنتهي بعد، هكذا قال المنتخب القطري على الأقل في هذه الفرصة التي لم تسجل. واللاعبين الذين يتواصلون، لكن الآن شايف هذا الطفل وشايف هنا حتى الجماهير العراقية التي تحمل العلم القطري والتي تحمل الألعاب الخليجية في صورة رائعة جدا. تشعر وكأنهم يقسمون، وكأن أهالي البصرة يقسمون أنفسهم إلى عدد الدول المشاركة. أنت شجع هالمنتخب، أنت اهتف لهذا المنتخب، أنت ارفع هذا العلم، أنت احتضن هذا الضيف، أنت استقبل هذا الوفد. وتشعر وكأن البصرة كلها لجنة منظمة. لم نشاهد في حياتنا هكذا بهذه الصورة يشارك أهالي المنطقة بأكملهم في نجاح البطولة ونجاح التنظيم. وإن كنت لا أنسى بطولة كأس الخليج في اليمن عندما شهدت حضورا جماهيريا رائع في مختلف المباريات أيضا من الجماهير اليمنية. لكن هنا ملاعب تمتلئ بأعداد كبيرة جدا في مباريات لا يكون فيها طرف المنتخب العراقي. وحتى عندما يقابل المنتخب العراقي أطرافا أخرى تحمل هذه الجماهير أعلام الأطراف الأخرى في صور رائعة جدا. شاهدنا ذلك أمام المنتخب السعودي، أمام المنتخب اليمني، الآن أمام المنتخب القطري. شكرا من القلب نقولها لكل أهالينا في البصرة. المنتخب القطري يخرج من مناطق الآن لابد من التعويض، لابد من الوصول. بطل آسيا يريد أن يجمع بينها وبين الخليج. هنا الكرة، هنا التمريرة، هنا الانقضاض. الله على التغطية. إيلاي فاضل الآن في الجهة اليمنى، ابعاد لهذه الكرة بعد ذلك من جديد. أيمن حسين يحاول، هناك إشارة من مساعد الحكم وخطأ لمصلحة المنتخب العراقي. هذه اللقطة وشايف هنا إيلاي فاضل. يا سلام على التغطية، لاعب يلعب في الدوري السويدي، هنا يروي عطشة وأمام مدرجات تريد أن تروي ظمأها وهي تشاهد منتخبها وهي تحتضن هذه البطولة. مباراتك، تختار لحظتك، تختار توقيتك، المكان، المرمى، كل ذلك. الآن نشاهد في الجهة اليسرى ضرغام يتقدم، ضرغام يمرر، الكرة لا تصل. بعد ذلك شوف الضغط من جديد، انهم يضغطون، تصويبة تأتي ولكن الكرة إلى خارج الملعب. تتهيأ هذه الكرة بعد ذلك عن طريق المدافع الواضح في الصورة اللي بيرسلها كرة جاسم جابر. يا سلام، الآن عمرو السراج، طالت الكرة وتحولت إلى خارج الملعب. هذا إيلاي فاضل والكرة اللي تحولت إلى خارج الملعب. شوف اللقطة الماضية وشوف اللعبة الماضية، إبعاد الكرة من قبل المدافع الواضح في الصورة إيلاي فاضل. لقطة لهذه المدرجات مشاهدينا، منظر رهيب جدا حقيقة للملعب. هذا المكان أكثر الأندية القطرية نجاحا وتحقيقا للبطولات والإنجازات على المشاركات الآسيوية في بطولة كأس العالم للأندية. الكرة بتتحول باتجاه أيمن حسين. الله، خطأت الكرة أيمن حسين. ماذا يقول الحكم الآن في هذه اللقطة؟ هناك صافرة وخطأ لمصلحة أيمن حسين. كرة كان ممكن أن تشكل خطورة. أيمن حسين
يبغي انذار ايمن، يبغى انذار، لا يكتفي بالخطا. شوف اللقطه، هذا جاسم جابر في اللقطه الماضيه، وهذا الدفع اللي كان بعد خطف اللاعب ايمن حسين كره براسه. واحد من الاثنين في كره ثابته من مسافه بعيده، يريد ان يسجل هدف البطوله. قويه، الله، هدف البطولة كاد أن يأتي، ولكن مشعل برشا يتصدى لكرة ثابتة في منتهى الروعة. منتخب البحرين يسجل أيضا أهداف جميلة جدا في هذه المشاركة، وهدف لحارب أيضا للمنتخب العماني حارب السعدي. شوف كرة ضرغام اللي كانت له كرة في العارضة في افتتاحي خليجي 25 أمام عمان. الآن مشعل يقف في اللقطة الماضية، والكرة بتتحول الآن، والكرة بتتهيأ الآن، والمنتخب العراقي يبحث عن الثالث، مستحيلة يا أيمن. الله على التصدي، إنهم يواجهون مشعل برشم في هذه الأوقات. شوف الكرة، شوف الرأسية، شوف أيمن حسين حتى لو ما كانت عرضية يلعبها براسه، وبراسه صوت يريد يصيح. هكذا قلت يوما على هدف يونس محمود في نهاية آسيا، والآن أيمن برأسية يحاول، لكن الكرة بتصل من جديد. عندك كرت، خلصنا نشوف الآن ونتابع ضربة ركنية لمصلحة المنتخب العراقي الذي يضيق الخناق الآن، يقترب الآن. هل قرر العراق الهدف الثالث؟ الله على كرة، مشعل برشم أيضا يتصدى،